طبعا كلنا متابعين التغييرات الكبيرة اللي بتحصل في الكرة المصرية اليومين دول. علشان كده برنامج كورة في دمياط جايب لكم المفاجآت والحصريات. يعلن اتحاد الكرة تعيين الكابتن شوقي الدمياطي مدربا للمنتخب وسط هتافات الجماهير. وذهب الكابتن شوقي الدمياطي إلى اتحاد الكرة محمولا على الأعناق وفقا لما نقلته الناشطة الصحفية سندس الدمياطية. وطبعا علشان برنامج الكورة في دمياط برنامج الحصريات، عندنا دلوقتي مفاجأة كبيرة لكل جمهورنا. معانا مداخلة من الكابتن شوقي الدمياطي. أهلا بيك يا كابتن شوقي. اهلا بك يا مذيعة ومرحب بجمهورك الكريم وجمهور شوق الدمياطي. كابتن شوقي. نفر نفر وعيل عيل وست ست. تمام، قولي يا واحب اوجه كابتن. تحية خاصة لآلي وحبايبي وناسي والحاج ابو اشجان بتاع الخضار اللي وقت ما احتجته لقيته في ظهري. خلصت خلاص يا كابتن شوقي؟ اه قبل اتفضلي. قولي يا كابتن شوقي، استقبلت الخبر ازاي؟ والله اشخة كان شيء متوقع يعني. بعدين الواد عماد ابن استقبلت الخبر يعني على الواتساب. الواد عماد ابن جدي قال لي حذر فوزر بين مدرب المنتخب، قلت له خلاص يا عمده وصلت ما تكملش، واعلنتها للجمهور العزيز بقى. يعني مفيش حد رسمي من اتحاد الكورة كلمك؟ لا والله قبل ما حدش كلمني، هتلاقيهم مستنيين يشحنوا كارت فكه ولا حاجه ويكلموني. طيب ايه السي في القوي بتاع حضرتك اللي أهلك للترشح لتدريب المنتخب؟ والله على السهوله، ولو اني ما بحبش اتكلم عن نفسي يعني، بس العبد الله محبوب في الحاره كلها، والحمد لله الحمد لله عمري ما شربت سجاره وبر بوالديه، وعمري ما شربت حاجه ساقعه. لا، سي في محترم وقوي جدا فعلا. طب حضرتك دربت اي نادي قبل المنتخب؟ ايوه طبعا، امال لما ياخدوني كده باللفه. يا حاج انا كنت مدرب مركز شباب الزرقاء، وبعدين جالي عقد احتراف في مركز شباب فرسكور الدولي. عظيم جدا. للي ما يعرفش يعني دي أندية معروفة جدا في الدوري المصري. دوري مصر ايه بس يا مذيع؟ دي انديه كبيره قوي في البربر ليج بتاع ليفربول ومحمد صلاح وجوارديولا والناس دي. اه سوري، انا ما كنتش واخده بالي. طيب ايه خطتك اللي هتلعب بيها ان شاء الله؟ بص يا مذيع، والله انا ما بحبش اتكلم في الفنيات والحاجات دي عشان ده اسرار، بس احنا ان شاء الله في نص الملعب هنلعب بخطه حلق حوش، ولو الكره معانا اللي يشوف الجون يشوط عليه. جميل قوي يا كابتن. طب لو في هجمة خطر علينا ولا حاجة هنتصرف ازاي؟ بحييك على السؤال اللي يشيخ ده يا مذيع. لا في الحاله ديت بقى بنلعب بخطه موت وسلم نفسك بس ما يعديش منك. طيب يا كابتن، حضرتك هتتعامل ازاي مع الاصابات زي اصابة النجم الكبير مثلا محمد صلاح؟ هتوديه ليفربول فعلا ولا هيتعالج في مصر؟ لا لا، ليفربول ايه وبتاع؟ انا هحن له عيش بشندوتش لانشون كدهوت عليه جبنه رومي وكوبايه شاي عشان يحبس ويبقى زي الفل ان شاء الله تاني يوم. يا فندم سندوتش ايه؟ بقولك اصابة لاهم نجم في مصر، الموضوع كبير يعني. اه انت قصدك لو وجع مش دلع يعني؟ لا لو كده بقى نصرف ونكلف، هنطلع على صيدلية ابو اسماء يخبط له الحقنتين في سرنجة واحدة، يروح ينام ويعرق، لازم يعرق تاني يوم بقى زي الفل. تمام يا كابتن. طب واختيارك اللاعيبة هيبقى على اساس ايه؟ الجاهزية البدنية ولا الاحتراف في الخارج؟ هيبقى على الاصول يا مذيعة، اللي هيموت نفسه في الملعب هيلعب، لكن اللي جاي يتصور دوت بقى عندنا استوديو ابو نرمين هيعمل احلى فوتو سيشن واخد كروت افراح. عظيم جدا يا كابتن. طب هتعمل معسكرات اللاعيبة في اوروبا ولا في الخليج؟ لا 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 سيبك من الهري دوت، هناخد الرجاله في ميكروباص 14 راكب ونطلع على كفر البطيخ، هنعمل احلى معسكر هناك، واللي هيجيب اجوان كتير هياخد من البطيخ. طيب يا كابتن، انا بتمنى لك التوفيق فعلا. طب تفتكر هنقدر نروح كأس العالم؟ لا يا مذيع مش احنا اللي هنروح له، ده هو اللي هيجي لنا في توك توك وهيتحال علينا كمان. احنا معانا احلى لعيبه في مصر. تمام يا فندم. طب حضرتك هتوضح التشكيل بتاع الجهاز الفني امتى؟ لا انا مشكله خلاص كده كده مش حوار يعني، هو جهاز عروسه ده جهاز فني. باذن الله عنده مدرب احمال بدنيه الكابتن عماد الدمياطي بن جدي، ومدرب احمال نكديه الكابتنه سندوس الدمياطيه. احمال نكدية؟ انا اول مرة اعرف ان في شغلانة في المنتخب اسمها كده. لا يا مذيع ده اهم حاجه في الجهاز، انا هجيبها تنكد على اللعيبه، كده كده اللي هيستحمل نكد سندس مراتي هيستحمل اي حاجه تانية في الملعب.